السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم اكلة سهلة جدا وبسيطة. بمناسبة بقى ان احنا في الشتاء وفي الجو الساقع دوت والمطرة دي، هنعمل مع بعض العدس. هعمله بقى بطريقة اختي الكبيرة، قالت لي اعمليه وعملته بالطريقة دي، فعلا كان تحفة. انا كنت الاول بسلق العدس، هي قالت لي لا، شوحي العدس بالسمنة فهيديكي طريقه تحفه. انا معايا هنا يا بنات شويه من الزيت ومعلقه ليا كبيره، اللي هي ديت بتدي طعم حلو قوي. ومعايا الخضار بتاعي عباره عن طماطم متقطعه شرايح وجزر، ومعانا توم فريش، ومعانا بصل، ومعانا اللهم صل على سيدنا محمد بطاطس. هنزل بقى بكل الحاجات دي كده في الحله بتاعتي نشوحها. هنشوح بقى كل ده مع بعضه كده، وهنجيب العدس كمان بتاعنا وهنشوحه مع الخضار ده كله. ربنا يبارك لها. انا كنت الاول بسلق العدس دوت يا بنات حوالي كيلو الا ربع من العدس. انت بقى على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها بالف هنا، اعملي الكميه اللي تناسبك. هنزل بقى كله كده واشوحه في السمنه بتاعتي. الاول بجد انا كنت بسلقه، بس لما جربت طريقه اختي ديت ربنا يبارك لها يعني ويديها الصحه، لقيته فعلا الطعم خطير جدا وفرق في الطعم معايا. فقلت اقول لكم ايه على الوصفه ديت. هندي بقى تشويحه، تفضلي تقلبي كده لما تديله تشويحه تمام. بصوا بقى يا بنات، انا قلبته بقى 5 دقايق على النار، شوحت اهوت. بصوا خلاص كده العدس اتشوح معايا اهوت. هنزل بقى طبعا بالميه السخنه. انا هنزل بميه مغليه. هنسيبه كده بقى ايه يغلي مع بعضه. وهو بيغلي كده دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هحط البهارات بتاعته دلوقتي. في ناس كتير بتحط البهارات بعد ما بيسلق، بس حط البهارات دلوقتي احسن. البهارات بتاعتي عباره عن ملح ابيض وفلفل اسمر وشويه من البابريكا وشويه من الكمون صغيرين ومعلقه كزبره صغيره. حاولي ما تكتريش في توابل العدس عشان هو ما بيحبش بهارات كتيره. وهنحط معانا مكعب مرق الدجاج، وهنديهم تقليبه بقى كده. وبعد ما قلبناهم هنسيبهم بقى ايه يغلوا على النار، ونرجع نكمل ونشوف بقى يا جماعه العدس بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك. اهو خلاص اتسلق اهوت. هاخده بقى على الكبه بتاعتي كده على طول عشان اضربه، سواء عندك كبه سواء عندك خلاط. هناخد بقى العدس بتاعنا هنا ونبدا ايه نضربه يا بنات. وهنا خلاص بقى ضربنا العدس اهوت. هنجيب بقى الحله، هي برضو انا شطفتها يا بنات عشان ما اعملش حلل كتيره. حطيت حته سمنه وحطيت شويه من الزيت، وهنزل بقى هنا بشويه من الشعريه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحمر بقى الشعريه. في نفس الحله برضو علشان ما تاخديش ايه مواعين كتيره والكلام دوت كله في حله واحده. يعني انا حطيت هنا العدس اضربه في الكبه، فجبت الحله رحت شطفها ونزلت ايه بالشعريه بتاعتي. هنحمر بقى الشعريه عشان تدينا اللون اللي هو الذهبي طبعا بتاعنا الطبيعي كده. اهي بقى الشعريه بدات تتحمر معانا كده خلاص. اللون الشعريه تمام. هنزل بقى اللهم صل على سيدنا محمد بالعدس بتاعنا. احنا كده بقى حطينا العدس بتاعنا. انا عندي بقى شوربه هزوده شوربه. انت عندك شوربه ماشي، ما عندكيش شوربه ممكن تزودي ميه. انا هزود شوربه. عندي شوربه فراخ. واديله بقى تقليبه كده ايه، واسيبه حوالي 10 دقايق. هو مش هياخد اكتر من 10 دقايق يا بنات. وهنعمل له طشه بسيطه كده ويبقى كده ايه خلاص خلصناه. وهنجيب بقى هنا شويه من الزيت، وهنزل بقى ببصله يعني مخرطاها زي ما انتم شايفين كده، و4 فصوص من الثوم، وهنديهم تقليبه حلوه. هنشوح بقى يا بنات الثومه والبصله مع بعض كده، هيدوا بقى طعم جميل. انا عندي رغيفين
فحمصتهم برضو جنبي وانا واقفه كده، زقتهم في الفرن يتحمصوا. كل اللي عملته قطعت العيش وحطيت عليه شويه زيت وزقته في الفرن يا بنات، عشان اللي بيحب ياكل مع شوربه العدس عيش محمص بيبقى طعمه خطير. لو حابه اعمليها، مش حابه خلاص اشربي شوربه العدس كده وخلاص. بس انا ولادي بيحبوا قوي العيش المحمص ده مع لسان عصفور، معلش، مع العدس بيبقى تحفه، بيبقى جميل، طعمه بيبقى مميز. وكده خلاص بقى احنا حمرنا التومه والبصله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بشويه من الكزبره. نزلنا بقى بشويه الكزبره دولت بقى، الطشه الاخيره دي بتديها ريحه خطيره اهوت كده. خلاص هدخل بقى الحله بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو ننزل بقى بالطشه الاخيره ودقيقه واحده بس، اللهم بارك. وهنقدم الطبق العدسي بتاعنا كده. خلاص بقى هنقدم طبقنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بسم الله ما شاء الله لونه، ورحت عايزه اقول لكم تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا ريت يا بنات تدعموني بقى باللايك. وهنا وهو طلعت العيش من الفرن، حمصته زي ما قلت لكم اهو. والف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.